استثمار كوري ضخم ببنجرير في وحدة لتصنيع القطارات بقيمة 1.5 مليار دولار يعزز الريادة الصناعية للمغرب. اختارت شركة هيونداي روتام الكورية الجنوبية مدينة بنجرير لإنشاء مصنع ضخم لصناعة وتجميع القطارات باستثمار يقارب 1.5 مليار دولار، وسيكون داخل القطب الصناعي السككي التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية. المصنع سيختص في إنتاج قطارات متعددة الطاقة مع نقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المغربية بدل الاكتفاء بالاستيراد. المشروع مرتبط مباشرة بالخطة الكبرى لتخفيف السكك الحديدية في المغرب إلى غاية 2030، والتي تشمل توسيع خطوط القطار فائق السرعة وتطوير شبكات النقل الجهوي حول الدار البيضاء والرباط ومراكش. كما أن هونداي روتام فازت بصفقة تزويد المغرب ب110 قطارات كهربائية مزدوجة الطابق، تعتبر من أكبر صفقات القطارات في تاريخ المملكة. الهدف ليس فقط تصنيع قطارات للمغرب، بل تحويل بنجرير إلى مركز صناعي للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا. السلطات المغربية تريد الوصول إلى نسبة إدماج محلي تقارب 60% في صناعة القطارات، بينما من المنتظر أن يوفر المصنع وظائف مؤهلة ويستفيد من قربه من جامعة محمد السادس التقنية ومنطقة التسريع الصناعي الجديدة ببنجرير. ومن التفاصيل المهمة أيضا أن جزءا من عربات القطارات سيصنع داخل المغرب بعد تشغيل المصنع المتوقع حوالي 2029، بينما ستصنع الدفعات الأولى في كوريا الجنوبية. المشروع قد يفتح الباب مستقبلا أمام تصنيع قطارات إضافية وصيانتها، وحتى المشاركة في مشاريع التمديد السككي نحو أكادير.